السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة بتفور العيد بأسهل وأجمل وأحلى طريقة وبمقادير مظبوطة. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بص بقى، أنا معايا هنا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، تمام، ومعايا قالب زبدة، ومعايا ايه تاني، سكر بودر وبيضتين وكيسين فانيليا. طيب، كيلو الدقيق هياخد قد ايه زبدة؟ بصي، هياخد 750 جرام زبدة. يعني القالب ده كيلو، هاخد منه ربع كيلو، شيله على جنب وابدأ اشتغل بالكيلو الا ربع. تمام كده. بس تعالوا الاول نشوف المقادير دي على الميزان. بص بقى، انا هنا ده كيلو دقيق، تمام. انا هشيل البتاعة دي خالص كده، اهو كيلو، تمام كده. ده كده معانا اهو الدقيق ده كيلو. السكر بقى البودر 300 جرام، تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين 300 جرام اهو، ماشي. ايه تاني؟ قالب الزبدة ده بقى احنا هناخد منه ايه ربع كيلو، ونحط الكيلو الا ربع على هشيل منه ربع كيلو كده اهو. شلنا منهم اهو 250 جرام، وباقي معانا ايه 750 جرام، تمام كده. تعالوا بقى هنا نفضي الزبدة كده هنا. طيب هنا بقى البولة دي صغيرة، تمام. انا هنقلها في حاجة اوسع. نحط بقى السكر، ده سكر بودر، تمام. اديها بقى كده ايه تقليبة كده قبل ما بصي بقى، عندك عجان تمام، ما عندكيش يبقى بايديكي كده تبدأي ان انتي ايه تعملي فيها. نبدأ بقى بالهاند بلندر كده، نديها كام تقليبة لحد لما توصل للقوام الكريمي. بصي بقى عامله ازاي، عامله زي الكريم شانتيه ازاي. بصي القوام بتاعه عامل ازاي. بصي القوام، وعلى فكره هو بصي كل ما تبقى هشه كده حجمها بيتضاعف ازاي، هشه وجميله خالص. تعالوا بقى نضيف البيض واحده واحده كده. معانا اول واحده اهي، كيس كده فانيليا، ويا دوب كده نتوهها في الدقيق والسمنه. تعالوا بقى نضيف البيضه التانية اهي، وكيس الفانيليا عليها، وبرده بصوا بقى هنا بعد ما حطينا البيض، بصوا القوام بقى عامل ازاي. بصوا، تعالوا بقى نضيف الدقيق.
شيل بقى الاسباتولا دي خالص، وابدأي بقى ايه لم بالراحة كده، واخلطي بقى الدقيق مع الزبدة والحاجات دي. اهي بقى بصوا بعد ما عجنتها، بصي العجينة بتاعتها طرية جدا. ممكن بقى تشتغلي بيها بالكيس اللي هو الكيس الحلواني، او تشتغلي بيها بالمكنة اللي يريحك، هي كده كده طرية وجميلة قوي. بصوا ما شاء الله. طبعا انا هشتغل بمكنة البيتي فور. انا هنا معايا المكنة اهي، شلت دي من هنا تمام، وهنرفع دي كده فوق خالص، نرفعها فوق ونبدأ نملى العجينة بقى من هنا. وتبدأي بقى تشكلي بالشكل اللي انت عايزاه. بصي لو ضغطتي عليها جامد هتطلع ايه مفرودة قوي كده تمام. لو ضغطتي عليها نص نص هتطلع لك بالرفع ده، فاللي انت عايزاه. تعالوا بقى ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة. هي ما بتاخدش كتير في الفرن، هي يا دوب من 10 دقايق لربع ساعة، مش اكتر من كده، يا دوب كده بتستوي بسرعة يعني. عايزة بقى تستمري بالشكل ده تمام، عايزة تعملي كل صينية شكل ماشي اللي يريحك واللي انت عايزاه، التشكيل ده براحتك انت تمام. اهم حاجة بس يكون مقاديرك مظبوطة، والتشكيل ده سهل جدا مش مشكلة تمام. اهم حاجة مقاديرك تكون مظبوطة. دخلها الفرن بقى على درجة حرارة متوسطة 10 دقايق ربع ساعة، ونطلعها ونخلص بقى الكمية كلها. بصوا بقى هنا استوت اهي الصينية دي. بصوا بقى الصغير خالص بقى كان بقى عامل ازاي، والمظبوط بصوا ما شاء الله حلو جدا. بصي لونها جدا كده حلو جدا. نطلعها بقى وندخل مكانها. بصوا بقى بعد ما خلصت تسوية الكيلو كله طلع لي قد ايه ما شاء الله. بصوا عملت بقى ايه بكذا شكل، الوردة، وعملت الشكل ده برضو والشكل ده تمام. ايه تاني والشكل ده، يعني عملت شوية اشكال كده، والشكل ده اهو تمام. هو برد خالص. تعالوا بقى نشكله. طبعا للتزيين انا هحتاج شوكولاته خام تمام. انا هبشرها او هقطعها قطع صغيره زي كده، وهسيحها بقى على ايه، على بخار ميه سخنه. اجيب حاجه كده فيها ميه سخنه بتغلي واحط الطبق ده عليه لحد لما يسيح تماما تمام. زي ما سيحت كده الشوكولاته البيضه دي، كانت قطع برضو زي كده، ولسه مسيحاها على بخار ميه، وحطيت الشوكولاته البني مكانها تمام. تعالوا بقى على ما الشوكولاته البني تسيح نشكل كام واحده كده. الاول بس انا عايزه اقول لكم معايا مربى، ومعايا هنا الشوكولاته البيضه اللي احنا لسه مسيحينها، ومعايا هنا فارماسيان اللي هو ايه الوان زي ما انتم شايفين كده، ومعايا جوز هند. التشكيل ده حسب الرغبه، يعني حسب ما انت حابه، اي حاجه انت حباها شكلي بيها. طيب هنشكل ايه؟ تعالوا كده نجيب 2 زي بعض نفس الشكل، ونجيب حته مربى كده يا دوب كده حاجه بسيطه تمام، ونبدا اننا ايه نضمهم كده على بعض بس بالراحه علشان ما نكسرهاش لان هي ضعيفه جدا
تمام. نروح على الشوكولاته البيضاء زي كده اهي. تمام. حابين بقى جوز هند، المهم اللي انتوا عايزينه يعني. تمام. بصوا نبدا ايه نحطها في طبق كده اهو. نجيب واحده تانية بس من شكل تاني برضو نفس الكلام، نضيف لها المربى زي كده، نحطها عليها كده لحد لما تمسك في بعض اهي. وبرضو في الشوكولاته البيضاء كده. تعالوا نعمل شكل تاني. او ممكن بقى تحطي بدل المربى تحطي شوكولاته سواء بيضه او بني. تمام كده. تضيفيها لها كده ونفس الكلام برضو. وتحطيها كده. بص تعالوا بقى نعمل شكل تاني. نضيف مربى ونحطه زي كده. تمام. شوف كده الشوكولاته البيضاء البني كده اهي. بصوا هنعمل واحده تانية. عايزه بقى تعملي واحده بقى ميكس بين الشوكولاته البني والبيضه زي ما انت عايزه اهو. اهو اللي يريحك. بصي زي ما تحبي التشكيل ده زي ما انت عايزه. بصوا بقى بعد ما خلصنا التزيين، طبعا دي مش الكميه كلها تمام، ولكن انا عملت عشان اصور لكم دول يعني. بصوا عامل ازاي. بصوا ما شاء الله اشكال اللي احنا عملناها. بصوا حلو ازاي. بصوا بصوا ما شاء الله جميل جدا. بصوا بجد ريحته حلوة جدا، ريحته قلب المكان، طعمه حكاية بجد والله، طعمه خطير جدا. طبعا زي ما قلت لكم طعمه حكاية بجد والله، يستحق التجربة فعلا. طعم وريحة والله بجد يعني قلب المكان ما شاء الله يعني اللهم بارك. طيب طريقة التخزين بقى، هنجيب علبة او اي حاجة ونحط فيها كيسة ونحط نرصه كده واحدة واحدة فيها، ونقفل الكيس ونقفل العلبة وتحطيه في التلاجة. تمام. هيبقى معاكي بصي طري لحد اخر واحدة بجد يعني. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة بظهر الغيب واشتراك في القناة لو مش مشتركين علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.